السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتحوا الفيديو ديال اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اليوم حضرت معكم واحد لاطارت بالتفاح، كتجي واعرة بزاف واقتصادية. صدقوني وليداتكم أو ضيافكم ما غيشبعوش منها وما غيشيط منها والو، لحقاش هادشي اللي كيوقع لي مني كنطيبها. بما ان التفاح وجد، هذا هو وقته نستغلوه ونوجدوا به هاد لاطارت. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا منه. عندنا هنا نص كاس ديال السنيده، كاس ونص ديال الدقيق فورس، 5 المعالق كبار من الزيت، نصف كاس من الماء بارد، وجوج المعالق من الحليب غبره. الا كان عندكم الحليب السائل ممكن تستغنوا على الحليب غبره والماء وتعوضوه نصف كاس من حليب سائل. عندنا هنا خماره، كيس من الخماره وكيس فاني وبيضه وحده وقبيصه ديال الملحه. بالنسبه للتفاح انا لقيت غير هذا في السوق، خديته غير رخيص ب3 دراهم، صراحه راه زوين. ديروا به بزاف الوصفات. الا كان عندكم هذاك التفاح الكبير راه تحتاجوا غير 2 تفاحات. ناخذ اناء غادي نديرو فيه بيضه، نضيفو عليها نصف كاس ديال السنيده، واحد القبيصه ديال الملحه، كيس من الفاني، نديرو 5 المعالق ديال الزيت والماء. الصراحه هاد الطريقه هذه كتخلطوا كلشي كتجيكم ساهله. صافي ممكن تخلطوهم غير الطراب العادي اليدوي. هنا البنات غادي نضيف حليب غبره، هنا غادي نغربل هاد الكاس ديال الدقيق فورس، وغنضيف كيس من خماره الحلوى، غنضيفهم على الخليط. من بعد غادي نضيف نصف كاس اخر، ولكن غادي نضيفو تدريجيا حتى نشوف الخليط شحال غادي يهز ليا. صافي البنات كننزلوا هاد الجوانب بالسباتيلا باش ما يبقاوش لينا كويرات ديال الدقيق. المهم هذا هو القوام كتشوفوا كنكتبوا 8. هنا البنات كناخذوا هذا المول، من الافضل يكون هذا اللي مسنن من الجناب، كندهنوه بالزبده وكنفرش ليه واحد ورق الزبده باش ما يلتصقش لينا ملي نبغيو نزولو الكيك ديالنا. صافي دابا غادي نصبوا الخليط، صافي كنحاولوا نوزعوا هذا الخليط في المول. صافي ونحتفظوا به جانبا بما قطعنا التفاح. كناخذوا التفاح كنحاولوا نزولوا هاد
العظومه ديال الوسط. ومن الافضل ما تقطعوش التفاح من قبل حتى توجدوا كلشي باش ما يكحلش ليكم، ما عدا الا بغيتو ديروا له الحامض تقطعوه وتوجدوه وتعصروا عليه الحامض باش ما يتاكسدش ليكم. صافي هنا كنبقاو نستفوا بحال هكا، كندوروا على المول كامل باش في الاخير كتحصلوا على اشكال ورده. دابا راه الوقيته ديال التفاح، من احسن تستغلوا هاد لي طاغط كتجي غزاله. دابا راه غير رخيص الصراحه، بالنسبه 3 دراهم راه ماشي شي حاجه، يعني تقدروا ديروا به مربى، يعني بزاف د الحويجات. دوز باش نقطع وحده اخرى. هو الا كان تفاح كبير غادي يساعدكم في الخدمه دغيا تساليوه، ولكن ماشي مشكل. صافي كنبقاو مستمرين بحال هكا تنكملوا الداره كامله. من بعد دخلتها الفران على درجه 180، طيب غير من التحت، نشعلوها غير من التحت حتى طيب لينا. هي راه بسرعه كطيب، ما كتاخذش واحد الوقت طويل. من بعد عاد نشعلوا عليها من الفوق. صافي دابا هنا هي وجدات عندنا. مني تكون باقا سخونه ندهنوها بالمربى ديال المشماش، كنحاولوا ندهنوها مزيان مزيان بهاد مربى المشماش. من بعد زينت بكاوكاو مكاسي محمر، وانتم عندكم اختيار بغيتو تزينوها باللوز باي حاجه بغيتو، اختيار ديالكم. من بعد درت واحد شويه ديال البيستاج. المهم التزيين اختياري. وصلنا دابا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.